إحياء روح الحضارة، انتسابا لمتحف الهرم الجديد أهو. أهلا بيكم في الترم الثاني أولى إعدادي. بقول لك إيه، ما تيجي نبدأ على طول. اهلا بكم من جديد في الترم الثاني. الترم ده عندكم مثلا الاولاني خالص، والدليل على كده الوحده الاولى. الوحده الاولى بتتكلم عن ايه؟ عن المتحف الجديد بتاع الهرم. كمان هو شاهد موكب رئاسي، راحوا حضروا المتحف وافتتحوه هناك. مش بس كده، ده الحدث كان على مستوى العالم كله، يعني في سياح وفي ناس جت زارت المتحف وشاهدوا الافتتاح. لا هو بصراحه الحدث كان عالمي مش على مستوى مصر بس. فدي بالنسبه لموضوع الوحده بكلماتها. هنشوف دلوقتي كل حاجه حصلت هناك، هناخد كلماتها دلوقتي. بالنسبه بقى للقواعد، انت عندك الموديل فيربس، يعني عندك كام فعل معين كده. بص سهلين خالص ومفيش اسهل منهم والله. هنشرحهم ونحل عليهم كمان. بس كده، هو دي محتوى الوحده الاولى عندك. فاللي هيحصل دلوقتي بالترتيب ان انا هشرح لك فقره وانا واقف قدامك، فقره فيها كل الكلمات بتاعت الحدث ده. بعد كده نقرا مع بعضنا فقره قد كده عشان بس نحل ازمه ايه القطعه اللي انت بتخاف منها والقراءه. بعد كده ناخد القواعد بتاعتنا اللي هو الجرامر يعني، وبرضه هناخد فقره صغيره كده قراءه نقراها مع بعضينا. بس عايز اقول لك على حاجه، كل حاجه هنشتغلها مع بعضنا هنحل عليها. يعني الفقره وانا قدامك كده هنحل عليها، هنقرا مع بعضنا جزء هنحل عليه، بعد كده هناخد القواعد هنحل عليها، هنقرا تاني برضه هنحل عليه، وفي النهايه خالص عشان اثبت لك كل حاجه هنحل مع بعضنا قطعه اللي انت بتخاف منها. القطعه دي كلماتها من خلال الفيديو او من خلال الوحده الاولى كلها، مش هجيب لك كلمه من بره. فلو انت مركز معايا هنحلها ونترجمها مع بعضنا بكل سهوله، وانت كمان اللي هتحلها. يعني استعد وتعالوا نبدا.